السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد. متنسوش طبعا حبايبي قبل ما نبدأ فيديو النهارده متنسوش تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني حاجه حطولي لايك للفيديو، قبل ما ننسى حطوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناه يضغط على كلمه اشتراك برضو اللي تحت الفيديو ويفعل زر الجرس اللي جنبه. وروتين النهارده هيبقى تنظيف في اوضه الاطفال، الاوضه اللي بتبقى شبه الملاهي شويه كده. انتوا عارفين بقى الاطفال والاعمال اللي بيعملوها بقى في اوضهم خالص، يعني ولا سرير اتعدل ولا بطانية اتروقت ولا طلعت بره ولا اي حاجة. بس الاول هنا، هنا البلكونة بتاعة الأوضة، دي البلكونة بتاعة الأوضة اللي احنا هننضفها، يعني أوضة الأطفال. فالأول كده بقى ايه، ننضف الأوضة البلكونة قصدي، نكنسها الأول عشان هطلع فيها السجاد وهطلع فيها البطانية البطاطين، فتبقى نضيفة الأول. زي ما انتم شايفين هنا مسكت الفرشة اللي هي بتاعة الجاروف، انا عندي الفرشة بتاعة الشبابيك بس ما كنتش لاقياها بصراحة. قلت ايه نمشي نفسنا كده بالموجود. جبت الفرشة نضفت بيها الشيش الاول بتاع الشباك، طبعا يعني البلكونة على الشارع والتراب بقى عامل عمايله وهوا بقى، وانتوا فاهمين الدنيا عاملة ازاي. فنضفت الشباك، نضفت الحديد السور بتاع البلكونة يعني، وهكنسها كده سريع سريع. هي البلكونة دي عندي لف، شايفين بقى اللي هي اللوحة بقى اللي احنا هنلوحها دي، الشمس واكلة الحيطة، يعني الحيطة مشققة جامد يعني. نص البلكونة الاولاني اللي اتكنس الارضية كانت نظيفة ما شاء الله والحيطة كويسة، النص التاني هو ده اللي مطرب شوية، والحيطة بتاعته يعني الشمس عاملة عمايلها. اما جينا شغلنا دماغنا وجبنا ستاير للبلكونة كانت الحيطة يعني اتاكلت. فحطينا يعني الستاير في الصيف، ولما جه بقى الشتا فشلت الستاير وغسلتها، قلت هتتبهدل في الشتا، هيبقى شتا وهوا والستاير هتتقطع من الهوا، ففكتها وغسلناها. وقلت بقى ايه نبقى نركبها في بداية الصيف، لان احنا حاطينها الشمس والحر والشمس على طول طاسة في البلكونة دي طول اليوم في الصيف، فعاملة حرارة جامدة في الأوضة، يعني مخليها الأوضة من جوه بتبقى حر قوي. فحطينا بقى الستاير بس بعد ايه، بعد ما الحيطة باظت وبعد فوات الأوان يعني. ان شاء الله لما ندخل بقى على فصل الصيف نبقى نركبها مع بعض. فالمهم بقى ايه، كنست البلكونة ومسحتها. انا بدأت بالبلكونة ليه؟ عشان بقى اطلع السجاد بتاع الأوضة، اطلع البطانية، فتبقى البلكونة نضيفة. ما انا مش مثلا هنضف جوه واطلع البطاطين وارجع اكنس والبطاطين محطوطة فالبطاطين تتعفر، لا، فاحنا ننضف البلكونة وبعدين ايه نطلع فيها الحاجة بتاعتنا على نظافة كده. وهنا بقى ايه هندخل للمعركة، نستعد للمعركة. طبعا الأوضة دي أكتر أوضة منرفزاني في الشقة والله العظيم، عشان العيال على طول قاعدين فيها، وفيها بقى صندوق اللعب. الصندوق ده بيتلم يمكن 15 مرة في اليوم، يبهدلوا ويسيبوه يمشوا، والم يزعق لهم يلموه مسافة يا دوبك يتلم يا دوبك يتفرد تاني على الأرضية. والواحد بقى ايه رايح جاي الاقي نفسي ايه، اللي بيدوس على فريرة ادوس على بلية ادوس على المهم انا يعني الصندوق بتاع اللعب ده انا عليا شيل ارميه في قلب الشارع والله. يعني انا لما اللعب اللي هي العربيات والحاجات الغالية دي حطها في شنطة تحت السرير، وسايبه لهم اللي هي الحاجات الصغيرة دي برضو مش عاتقينها. فبقى ايه هي اللي انا كنت منضفة الأوضة دي قبلها بكام يوم، كنت حاطة المفرش اللي هو اللي على السرير ده، المفرش ده تقريبا ما اتفرشش غير مرة او مرتين. فقلت ايه بقى طلعه، يعني هفضل عين العين لعند امتى؟ يعني بقالي 8 سنين متجوزة ما اتفرشش غير مرة او مرتين. فقلت ايه طلعته وحطيته على اللي هو الوش ده. آه وبصراحة زهقت منه، قلت لا احنا الواحد يعمل روتين كده ينظف الأوضة ايه تنظيفة تانية عميقة، ونبدل في السرير شوية.
شايفين هنا عندي السجادة اللي بين السراير دي، اللي هي السجادة الصغيرة بتهري يعني. شايفين وانا بكنس تقولوا ده كله تراب، هو ده مش تراب بصراحة، هو ده السجادة الأرضية بتاعتها بيضة فبتهري. هي السجادة ايه، خفيفة شوية كده من قمشة الموكيت، اللي هي اللي بين السراير، اللي هي الطويلة دي كويسة ما بتهريش ولا حاجة. الصغيرة دي يمكن عشان انا بتتوسخ على طول فبغسلها على طول، فالأرضية بتاعتها بتهري كده ايه، حاجة بودر كده، حاجة عاملة زي الدقيق. فدي عامله لي ازمه برضو يعني. انا اول ما شلت السجاد قلت ايه هكنس كده مكانها. وشايفين بقى الحاجات المتكسره، شماعات متكسره وحاجات كده متدغدغه مكان اللعب يعني. فكنستها كنسه سريع سريع كده ايه، الم بس الحاجه اللي مكان السجاده اللي عامله زي البودر دي، عشان ما نفضلش ماشيين رايحين جايين عليها ونملى بيها الاوضه. كنستها ولميت الحاجه اللي على شويه الحاجات المتكسره في الارضيه. وقلت بقى ايه، شايفين هنا المفرش بتاع السرير ده، احلى حاجة في المفرش ان هو وشين على بعض يعني، كأنها كوفرتتين. هي دي كوفرتا فايبر، آم، جميلة جدا. هي على وشين. انا كنت فرشة الوش اللي هو الاولاني ده، مش عارفة اصلا هو ده اسمه. شايفين مالك واللي عامله مش مهنيني حتى على ان انا يعني مش لاحقة حتى ان انا انضف السرير وبعدين يدخل يبهدل يعني، بهدلة اول باول كده. فقلبت بقى على الوش التاني ده، وش ميكي ماوس. بصراحة انا بحب الوش ده عن الوش التاني، مع ان الوش التاني موف لون الأوضة. بس حاسة ان ده كان فيه دوشة شوية يعني. ده حاسة ان هو ايه شكله احسن كده، انا برتاح في الوش بتاع ميكي ماوس ده. فغيرت بقى المفرش ده. انا بقى بحط المخدات اللي هي الطويلة دي بتوع الركنة. ليه بقى؟ عشان ولاد لما بيناموا السرير ما بيبقاش سيعهم، فبيقوموا ساقطين في الحتة دي. فانا بحط المخدات اللي هي الطويلة دي تردهم، لان عندي مالك وقع كام مرة في الشبر ده. الفرق بتاع العمود ده عامل يعني مسافة تقريبا شبر ما بين السرير والحيطة. فدايما مالك كان بيقع في المكان ده. فانا اتعلمت قلت لا، مش كل شوية هقوم اجيبه في نص الليل من بين السرير والحيطة. فبقيت ايه احط المخدات اللي هي الطويلة دي ترد الفرق ده. ده بقى السرير التاني، شلت الكوفرتة كده نفضتها، وبعدين هفرشها تاني برضو على الوش التاني عشان يبقوا الاتنين طبعا زي بعض. فببقى امسح الاول ايه مكان السرير كده لما يعني اللي بيبقى شايل تراب. امسح السرير كده الاول كويس. بس تقريبا انا هرجع امسحه تاني، لان انا ببقى امسح بعد ما اكنس، عشان لو كنست ممكن يعني ايه تراب يجي كده ولا كده. شايفين الكنز اللي انا لقيته؟ لقيت جنيه. انا دايما كل ما اجي اكنس الاقي جنيه، الاقي نص جنيه، مفيش مره الاقي 5 جنيه كده 10 جنيه. ايه بلم الجنيه اللي بتوع من العيال. خلاص كده الاول رتبت السراير. انا ما حطيتش بقى المخدات الطويله دي في الفرق، علشان ايه الفرق ده عاوز ان انا امسحه. المهم بقى ايه، نمسك مقشتنا الجميله، السلاح بتاعنا، السلاح كل ست بيت. المقشه والشرشوبه. نكنس بقى تاني. انا كنست اول مره، بس قلت لكم مكان السجاده الحاجه اللي عامله زي دي اللي بتترم السجاده. كنست كده بين السراير. هاجي هنا على الغساله دي، مش عارفه ما كنتش واخده بالي منها ازاي. مش ما كنتش واخده بالي، كنت واخده بالي قلت هعملها. وجيت لها ملانه بقى ايه، اللي بقى لها حاجه بقوم رميها. اطلع للعيال حاجه من الدولاب يلبسوها ما تعجبهمش يقوموا حاطينها هنا. معرفش ابقى في ايدي حاجه اقولها ارصها مش عارفه ايه. فقلت لا، انت جا وقتك كده. والله بتتروق كل يوم البتاعه دي. انا اصلا متضايقه من منظر الغساله هنا. هي الاول كانت محطوطه بره عند الغساله التانية اللي شغاله شويه. يعني دخلتها في المطبخ، حسيت ان هي مزنقه عليا الدنيا في المطبخ، فجبتها هنا. قلت ايه احطها في المكان ده فاضي، بس مش حابه شكلها هنا برضه. شايفين الفار اللي عمال رايح جاي، اللي عمال يجري قدامي وورايا ومكعبلني يا ابن الله يهديك يا ابني اطلع بره، مفيش فايده. عمال رايح جاي كده الواحد بيتكعبل فيه. المهم بقى هو ده اللي عامل لي ازمه في حياتي، وحياة ربنا الولد ده. ربنا يهديه يا رب. هنا بقى ايه، جريت الغساله كنست وراها برضو. جبت برضو الفرق اللي بين السرير والحيطه ده، برضو كنسته، زقيت السرير شويه كده ودخلت له كده ايه كنسته. خلاص كده تقريبا. خلاص يعني كده الأوضة
ده كده ايه وانا رايحه على البلكونه، يعني ما رضيتش ان انا اكنس وانا طالعه على الصاله عشان ما نعفرش بره. وبرضو البلكونه احنا يعني ما فيش تراب، يعني ما فيش عفره، يا مش عفره ولاده واسماعيل يعني. والله ده كله اصلا مكان السجاده، يعني الاوضه مش فيها تراب قد كده. يعني انت عارفين احنا في الشتاء يعني الجو ما بتطربش قوي زي في الصيف. هو ممكن ايه بيبقى ما بيبقى فيه هوا بيبقى فيه تراب، انما ده كله بس مكان السجاده شايفين. ده بقى كانت علب دواء معرفش ايه، شوية بقى حنكيش كده بقى، انتوا مش تايهين. ألم بقى الكنسة بتاعتنا دي، حطها بقى ايه في السلة. السلة دي اصلا كنت حاطة فيها كيس بس شلتها، بس هحط فيها الكنسة كده ايه على ما اخلص، وبعدين ابقى انفضها واحط فيها كيس تاني ايه نضيف. طبعا كل حاجة بطلعها في البلكونة، صندوق اللعب والحاجات دي طلعتها في البلكونة، يعني على ما اخلص بقى ايه وارص كل حاجة مكانها. طبعا قبل ما امسح بجيب بقى فوطة ألمع بقى السراير تاني، ألمع الكومودينة، الدولاب. لو في حاجة كده في الدولاب مكان تلطيش كده، مكان ايدينا، مكان حاجة العيال واكلة حاجة ملزقة او كده، بجيب اللي هو الملمع بتاع الأخشاب ده ألمع بيه. هنا بس ايه انا جيت على الباب بصراحة هو اللي كان عايز يتنضف كويس، مع اني منضفاه مع الدولاب قبل كده وعاملاه بالملمع، ومنضفة السراير والكومودينة والدولاب والباب وكل حاجة كنت ملمعاها. بس عارفين بقى الباب ايه اكتر حاجة ايدينا بتيجي عليها، او معرفش بقى لقيته هو مش ملزق، بس مكان الايدينا كده معلمة مبصمة عليه. فرشيت عليه رشة بسيطة كده من الملمع ده، ملمع جاهز مش اللي انا كنت عاملاه. انا طبعا عملت معاك قبل كده ملمع للخشب كنت عاملاه من الشاي. اللي عايز يشوف برضو الطريقة دي، لو مش عايزين يعني تشتروا من بره ادخلوا عندي، يعني لو افتكرت احط لكم اللينك بتاعه في الفيديو انا عارفه بقعد اقول لكم احط لكم اللينك بتاعه معرفش ايه وبنسى. فلو يعني لقيتوه محطوط اللينك بتاع ملمع الاخشاب ده في صندوق الوصف ماشي شوفوه، ما لقيتوش ادخلوا على طول عندي على القناه كده ايه خدوا لفه كده، هتلاقيني عامله خلطات ملمعات للازاز للاخشاب. شوفوا يعني الفيديو. هنا بقى ايه بعد ما خلصت جبت بقى الجردل بتاعي والشرشوبة، واللي في الازازة اللي انا فضيته ده ديتول على معطر، انا حاطاه في ازازة صغيرة كده ايه على قد الاستعمال يعني. بحط شوية من الازازة الكبيرة في اللي هي الصغيرة دي اللي معايا، دي اصلا ازازة شامبو حطيت فيها. وبس كده هنمسح بقى ارضيتنا، نلمع بقى ايه كده. انتوا بقى يا جماعة ايه قوموا كده اتنشطوا، آه، اطلعوا كده من تحت البطاطين انا عارفة ان الشتا صعب قوي، يعني ايه في الحركة الواحد عايز يقضي اطول وقته كده ايه نايم متغطي، بس يعني لو نمنا واتغطينا يعني مفيش حاجة هتتعمل لوحدها، فاحنا نتنشط كده ايه الصبح نقوم ونفطر ونبدأ يومنا بدري بدري كده ايه ان نشوف ورانا ايه ونخلص، وبعد كده نقعد براحتنا، يعني احنا مش هنقضيها نوم والدنيا بتتكركب حوالينا. هنخلي بقى الساعتين بتوع الصبح دول كده ايه يبقى كلهم نشاط وحيوية كده، نقوم نشغل القرآن، ننضف كده لو في، مش شرط كل يوم بقى نشيل وننفض ونمسح، يعني روقوا كده بيتكو، اعدلوا فرشتكو، طلعوا بطاطينكو في الشمس، لو الأوضة متبهدلة طلعوا السجاد برا نضفوا كده، يعني الموضوع على بعض والله مش هياخد حاجة، يعني ما باخدش وقت. يعني الهدف ان احنا ايه نتنشط من بعض كده، يعني طبعا مش بعمل حاجة محدش بيعملها، طبعا كلكم بتعملوا كده وكلكم شطار بتعملوا، بس يعني هو روتين تحفيزي شوية. وبصراحة عايزة ان انا اكمل عدد الساعات. انتوا عارفين ان انا يعني بعد ما وصلت لل1000 ساعة وانا محتاجة 4000 ساعة، وصلت لل1000 وسقط منهم 600، رجعت ل400 ساعة، يعني يعتبر رجعت للصفر، يعني مش للصفر قوي. فانا محتاجة ان انا اجمع ال4000 ساعة، فطبعا ده همتكم معايا. اللي يقدر بقى ان هو يدخل على القناة كده يشاهد الفيديوهات، يعني يحسبوها لي من الساعات. عارفين ان شروط تحقيق القناة او القناة طبعا مش هتجيب ربح غير لما نوصل لل1000 مشترك وال4000 ساعة مشاهدة. فطبعا علشان انا اللي خلى الساعات ان هي تسقط انه انا لو عدى سنة والقناة محققتش الشروط الساعات بتسقط. انا محتاجة ان انا في خلال يعني قبل ما السنة تيجي اكون وصلت ل4000 ساعة مشاهدة وال1000 مشترك.
انما لو عدى عليا سنة ولسه ما حققتش الشروط، كل فيديو ساعة ما يجي عليه وقت السنة بالظبط، يعني مثلا وليكن انا منزلة، وليكن مثلا في فيديو نزل في شهر وليكن مثلا في 2/2، هنيجي السنة الجاية يوم 2/2، لو القناة ما حققتش الشروط الفيديو مشاهدته بتسقط. يعني مش عارفة ان يعني انا يعني قادرة ان انا اوصل لكم المعلومة ازاي. بس انا بعد ما وصلت لل900 ساعة او لل1000 ساعة اللي هم الاولانيين، وانا محتاجة 4000، سقط 600، باقي معايا 400، فمحتاجة ان انا اجمع ال4000 ساعة كمان. بس يلا التسهيل على الله، واملي في ربنا كبير ان شاء الله. يعني ربنا ما يخيبش املي ولا يخيب ظني ولا يضيع عليا تعبي. انا عملت تقريبا كده 109 110 فيديو، ان شاء الله ما يضيعوش كده عليا ويجوا بنتيجة. املي في ربنا كبير باذن الله، ثم فيكم. ما تبخلوش بقى عليا بالمشاهدة واللايك، واللي ما اشتركش يشترك معايا في القناة. بس كده فيديو النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم على خير، مع الف سلامة.